هقول لك تبداي ازاي واعذروا بس تكسيره التيشيرت، بس خليني اقول لك بالتفصيل ايه المشاريع الاونلاين كلها اللي ممكن تخشي فيها. في نوعين من الشغل اونلاين، في النوع اللي هو بتبيعي برودكت، يا اما بتبيعي سيرفيس، حاجه انت بتفهمي فيها كويس قوي او بتعرف تشتغلها كويس قوي وبتبيعيها للناس اللي هي محتاجاها. السيرفيس ده اللي هو مجال الفريلانسنج، ده مجال واسع جدا جدا جدا. لو بس دخلتي على ابورك او دخلتي على اي ويب سايت فريلانسنج وشفتي ايه هي انواع البروجكتس اللي موجوده فيها، هتلاقي عدد كبير جدا جدا موجود. في مثلا كوبي رايتر، في فويس اوفر، في فيديو اديتنج، في كل حاجه، وكل الكلام ده بتقبضي عليه بالدولار. تقدري تخشي مثلا على ابورك وتشوفي انواع الشغلانات كلها اللي الناس كلها بتعرضها عشان حد ياخد الخدمه دي مقابل فلوس. والنوع ده احسن حاجه فيه ان هو ما بيحتاجش راس مال نهائي. هو كل الفكره ان لو في حاجه معينه عجبتك او عجبتك وقررتي ان انت تبداي عايزه تشتغلي فيها، ما تدفعيش اي جنيه على اي كورس. خش على اليوتيوب وتقدري تتعلمي كل حاجه ليها علاقه بالمجال ده في خلال مثلا اسبوعين او 3 اسابيع، لو من كميه الفيديوز اللي موجوده ببلاش على الحاجات دي. فدي اول حاجه. بعد ما اتفرجتي على كل الفيديوز اللي ممكن تبقي ارتحتي للناس اللي هي اتكلمت فيها وشرحت الموضوع ده بطريقه معينه، اعجبتي بالشرح نفسه وفهمتي هو بيتكلم في ايه، تقدري ساعتها انك ممكن تاخدي كورس عشان تحسني بقى الموضوع، يبقى الاكسبيرينس تبقى ادفانسد، وتجربي تعملي كام حاجه بنفسك، وبعد كده تحطي السيرفيسز بتاعتك على ابورك. النوع التاني وهو انك تبيعي منتج، ودي الحاجه اللي انا بشرحها على السوشيال ميديا عندي على اليوتيوب اكتر، يعني بتفاصيل. طبعا كل فيديو مثلا بيبقى 25 او 40 دقيقه بتكلم فيه بتفاصيل الشرح بتاعه. يا اما بتبقي انت انفلونسر، فلنفترض مثلا عندك عدد معين من الفولورز، وبتبيعي البرودكتس اللي الناس بتحاول انها تدفع لك فلوس عشان تنشريها اكتر والناس تشتريها منك، وانت بتاخدي مثلا كوميشن عليها. فهنبعد عن قصه الانفلونسرز دي خالص، عشان مش كل الناس بتقدر انها مثلا تمسك الموبايل وتعمل فيديو تتكلم عن حاجه وتشرح حاجه او الكلام ده كله. هتكلم بقى عن الجزء التاني اللي انا بشرحه اكتر، اللي هو حاجه اسمها دروب شيبينج. الدروب شيبينج ده مجال، هو مش زي ما ناس كتير بتقول هو مش مجال ميت، هو بالعكس هو مجال يعني مزدهر جدا اونلاين. هو الفكره كلها ان احنا نعرف ننقي البرودكت الصح. اللي انا بشرحه ايه؟ هو عباره عن مجال بتشوفي ايه المنتجات الترندنج دلوقتي في امريكا او في اوروبا، وتبداي تتواصلي مع السبلاير ده في الويب سايتس بتاعتهم زي علي اكسبريس، زي سي جي دروب شيبينج. وبعد كده بتبداي تعملي ويب سايت لنفسك، وبعد ما بتعملي ويب سايت بتعلني عن المنتج ده. بعد ما بتعلني عليه بتبدا يجي اوردرز. الاوردر ده لما بيجي بيروح اوتوماتيكلي للسبلاير اللي هو بيصنع المنتج ده. الفلوس كده كده دخلت عندك في حسابك، بتاخدي جزء من الفلوس دي تدفعي التكلفه، والسبلاير ده بيشحنها. لا عندك مخزن ولا دفعتي راس مال في حاجه من المنتجات، بس بتدفعي راس مال طبعا انك تعملي ويب سايت، انك تعملي اعلان، انك تدفعي الفيسبوك عشان تعملي فيسبوك ادز. وانا شرح الكلام ده كله بالتفصيل على اليوتيوب. الحاجه بقى اللي هي اعلى من كده شويه، اللي هي الجزء بتاع البراندد دروب شيبينج، وبرده انا بشرحه، اللي هو راس ماله اعلى بكتير. هو دروب شيبينج الراس مال بتاعه بيتكلم مثلا من 600 800 دولار، اللي يوصل ممكن ل 1500 دولار، 2000 دولار، 3000 دولار، حسب القدره بتاعه البني ادم اللي داخل المشروع ده. البراندد دروب شيبينج ده بيبقى بني ادم معاه راس مال فوق ال 5000 دولار عشان بيعمل براند فعلا من الالف للياء. وبرده دي حاجه انا شارحها بالتفصيل على اليوتيوب. الفكره بقى انك بتأجري مخازن في امريكا، بتتواصلي مع السبلاير بره، حد بالجمله عشان تشتري منه بضاعه 1000 قطعه، 2000 قطعه، 5000 قطعه. بتعملي الباكجينج بتاعك اللي انت عايزاه، بتختاري الطريقه بتاعه التغليف، بتعملي كل حاجه من البرودكت، اللوجو، كل حاجه بتتعمل من اولها لاخرها انت بتعمليها وانت قاعده في بيتك اونلاين. وبعد كده بتودي البضاعه دي كلها لامريكا او لاوروبا، وبتبداي تعملي اعلانات وبتتباع، وبتوصل بعديها بيوم او بعديها بيومين، عشان كده كده المخازن بتاعتك في المكان اللي بتعلني فيه. وازاي برضو تعملي اعلانات، وازاي توصلي السامبلز بتاعت البرودكت دي للمودلز او الناس اللي هتعمل لك الاعلان على البرودكت بتاعك، وايه الماركتنج استراتيجي. كل ده برضو انا بشرحه على اليوتيوب، وبشرحه ساعات بدي كده يعني حاجات خفيفه على تيك توك مثلا، انستجرام، الحاجات دي كلها. فالمجال ده واسع جدا جدا جدا. يعني فكره ان حد يعمل برودكت او يعمل بيزنس اونلاين، هو مجال واسع جدا جدا جدا. اهم حاجه واكتر نصيحه ممكن اديها لحد، يعني لو هو عايز يبدا في حاجه زي كده، ما يقعدش يحاول ان هو يخش في كل حاجه مره واحده.
هو يختار حاجه الاول يقعد فيها على الاقل 3 شهور، يسمع كل الفيديوز اللي ممكن يعني يقدر ان هو يسمعها، يدي لنفسه ساعه ساعتين في اليوم. يوتيوب مليان حاجات مجانا من غير اي فلوس في الاول، وبعد كده الكورس بيجي الخطوه اللي بعديها. يعني مش اول حاجه انا هعملها انا هعمل كورس، لا بالعكس. يعني حتى انا شخصيا انا عامل كورس وهو لسه ما نزلش وهينزل كمان شهر، وانا بقول كده عشان ده الصح فعلا. يعني اللي هو في الاول خالص لازم يوتيوب، وبعد كده حسينا ان الموضوع حبيناه جدا او عايزين نكمل فيه، نبدا بقى نشوف الحد اللي ارتحنا معاه وندفع له مثلا عشان ناخد الكورس ده، ويبقى الموضوع بقى ادفانسد وعارفين نكمل فيه ازاي. بعد بقى ما خلصنا مثلا حاجه لمده 3 شهور ما عجبناش الموضوع قوي، نخش على الحاجه التانية ونبدا ان هو نفهم فيها كل حاجه زي المره اللي قبلها بالظبط، وهكذا لحد ما نلاقي الحاجه اللي هي ايه، لحد ما تلاقي الحاجه اللي هي انت فعلا شايفه ان ده البيزنس بتاعك اللي انت هتقدري تنجحي فيه، او قادره ان انت تكملي فيه، او مبسوطه وانت بتعمليه. يعني ان شاء الله ربنا يكرمك. طولت عليكي معلش.